هذا القصة عن السحر وخربان البيوت. كان اكو محامي شاطر كتير بشغله، وكان كلش ناجح. هو اي قضية يلمسه يعني ياخذ اي قضية ينجح بيها. هو كان متزوج وعنده طفلين، ولد وبنت. والزوجة وهو ومرته عن حب، وتعرفوا بالجامعة وتزوجوا، وكلش كان يحب مرته، ويعني مغرمين ببعضهم. فد يوم اجتي عليه فد مرة قالت له اني اريد اتطلق من رجلي. المرة اسمها نرجس، ورجلي يعذبني ويعنفني ويبسطني، اريد اتطلق منه باسرع وقت. وهو عصبي هواية، يعني نوبات يضربني باليوم مرتين ثلاثة بعد ما تحمل أعيش وياه. قال لها مو مشكلة، أنا أساعدك بأن تطلقين من رجلك. بعدين أخذ القضية مالتها واشتغل بيها لحد فازوا القضية، والمرة طلقت من رجلها واخذت النفقة وكل شيء يعني من رجلها، وكل واحد راح على طريقه. بعد أسبوعين خابرته فد مرة بعمر هيك 50-60 للمحامي، قالت له أنا نرجس يمي، وهي ما عاد أي أحد، بس عنده رقم تليفونك. اعطت رقم تليفونك إلي، وضعها هواية مو زيانة ومتخربطة. تقدر تجي تشوف شنو القضية؟ قال لها أوكي هسه أجي. راح دق الباب، من راح هناك دق الباب، فتحت له فد مرة هيك بعمر 50-60. قالت له تعطب جوا نرقص بالغرفة متمددة، وضعها مو زين. طب عليها، والعجوزة جابت له شربت، قدمت له شربت، وقعد يمهم تقريبا ساعة لحد نرجس يعني صارت أحسن وضعها. وهو قال هسه أنا أشوفك أحسن وأنا لازم أرجع للبيت. بس من طلع من بيت العجوزة أشو شاف نفسه وهواية مغرم بنرجس، يعني صورة نرجس بعينه بخياله، يعني ما تروح عن خياله. راح للبيت، قام يبتعد عن زوجته اللي كان يحبها هواية، يعني كانوا متزوجين بالحب. بعدين قام يكره زوجته، ما يتقرب عليها. وحتى فد يوم يعني كانوا جالسين بالسرير، يعني دفرها دفرة. هي وقعت عن السرير وانجرح راسها وطلع دم من راسها، وهي هواية حزنت. قالت ليش هيجي، يعني أنا ما عملت لك شي، ليش ضربتني؟ هو ما عنده جواب يجاوبها، لأن ما جاوب هالشي. المرة المسكينة أخذت غراضها وراحت نامت بغير غرفة عند أطفالها. المهم هذا الرجل كان بعد ما يحب زوجته. قام هواي يشتاق للنرجس، وقام يعني يروح لها بس بالخفية، ويبقى وياها ساعات، وحتى اهمل زوجته وجهاله. المهم قال للنرجس أنا أريد أزوجك. قالت له أنا عندي شرط، إذا تي تزوجين لازم تطلق زوجتك، هذا شرطي الوحيد. قال لها مو مشكلة، أنا أطلق زوجتي. راح على زوجته قال أنا بعد ما أريد أطلقك، ما أدري أعيش وياك. قالت له أوكي إذا أطلقت منك مستحيل أرجع لك، يعني أبد ما لا تفكر أرجع لك. قال لها مو مشكلة لا ترجعين، روحي. طلق زوجته. المهم وزوج نرجس. أشو كتب لها بيت، واخذ بيت من جهاله ومرته، كتبها باسمها، واشترى لها سيارة أخير موديل وفلوس وذهب، يعني فلوسه كله كان يذبح على نرجس. المهم أشو يوم على يوم، بعد شهر شهرين الرجل شاف نفسه وضعه اتدهور، صار هواية ضعيف، ما كان يقدر ياكل، وما عنده اشتهاء للأكل، وضعه يعني الجسماني هواية تدهور. هو كان شاب عمر 37، بس يعني صار مثل عجوز،
يعني أصلا ما عنده حيل ولا قوة ولا شيء. المهم فد يوم راح للدكتور، قال له الدكتور أخذ تحاليل منه وهذا، قال له أنت ما عندك أي مرض، أنت يعني جسما سالم، ما عنده أصلا، مو مريض، أنت ما بيك أي شيء. راح لصلاة الجمعة، اجى جمعة وراح لصلاة الجمعة. الشيخ شافه قال له تشبيك أشوفك يعني هواية ضعفان ووجهك صار أسود، ايش بيك؟ قال له والله أنا رحت الدكتور ما شاف علي أي يعني علامات المرض، وأخذ مني تحاليل وقال لي أصلا ما بك أي مرض. الشيخ قال له أعتقد أنت مسحور، هذا اللي تكتب لي المواصفات اللي تكتب لي إياها علامات السحر، هسه أبعثك على واحد يفك السحر منك. قال الشيخ دزني على واحد. أول ما طبيت عن شيخ لاخ، أول ما طبيت يمه عنده حكيت له القصة، قال لي سألني قال من طبيت عندهم شربوك شي؟ أول مرة من طبيت عندهم المرية العجوزة خابرتك، قالت لك نرجس وضعها مو زين، شربت شي عندهم؟ قال له إي والله قدموا لي شربت وأنا شربت الشربت. قال له الحذاء اللي كنت لابسه عندك ياها، اللي رحت لبيتهم عندك ياها أول مرة، الحذاء اللي كنت لابسه رحت عندهم عندك ياها؟ قال للشيخ إيه عندي بس ما استعمله، خلته بمكان. الشيخ المهم قرأ ماي قرآن وأحاديث وهذا وشرب لياه. رأسا قدام الشيخ قام يزوع شعر أسود، يزوع أسود، أشياء يعني مو حلوة يطلع من معدته. الشيخ قال أنت مسحور يا أخي، هسه تروح للبيت تجيب الحذاء اللي كنت لابسه، لأن بالحذاء مالتك جوا الكعب الحذاء مالتك خالين بسحر، وهذاك تاخذه تخليه من باب الدرب مال بيتك وتنقص عليه. من نقصت الحذاء تاخذه تذبه بعيد، تذبه بالبحر بالماي يمشي يعني يروح الحذاء مالتك. المهم قال أنا هم رحت للبيت وسوت اللي الشيخ قال لي إياها. قال رأسا أشو شفت ما أحبها بعد هاي نرجس، قمت أكرهها يعني أصلا ما أريد أشوفها بعد. قال بعدين أنا هم طلقتها وأخذت كل شيء منها، هو كان هواية محامي شاطر. قال أنا أذبش بالسجن إذا ما تتنازلين على الأموال اللي كتبت لك إياها، لأن أنتي سحرتيني وخربتي بيتي ومرضتيني. المهم أخذ كل شيء منها، يعني رجع كل شيء، الأموال والبيت والسيارة والذهب كله أخذ منها وطلقها. راح عند زوجته قال أريد أرجعك. زوجته قال مستحيل، أنا قلت لك مستحيل أنا أرجع لك. هسه هو حيران ما يعرف شي يسوي، ما يعرف شلون يرجع زوجته، وهواية متندم. الزوجة ترفض، يعني دز ناس عليها توسل بيها، قال أبد مستحيل أنا أرجع لك. هسه هو ما يعرف شي يسوي وما يعرف شلون يرجع زوجته. انتو شو تقولون؟ شنو الحل؟ شلون يرجع زوجته؟ إذا عجبكم القصة اكتبوا لي شنو الحل وشلون يرجع زوجته. إذا عجبكم القصة اشتركوا في قناتي واعملوا لي لايك، وشكرا لكم.